عليكم السلام ورحمة الله عليكم ورحمة وبركاته. الله طبعا يا وبركاته. شباب رجعنا لكم مقطع جديد من غرائب وعجائب التيك توك وغريبا يعني بهذه الحلقة اسمه الفليكس الكيبل ما ادري الفليكس الدوسري والله ما ادري. انا صراحة ما ادري يعني ليش التيك توكيين اسم السوني زي ما انتم شايفين قدامكم، فخلونا نشوف يعني ايش قال عليه. جبت لكم فضيحة السوني يا الربع. خاطر الورع وهو يلعب وشابكن السماعات في المضرب. دقيقة شابك السماعات فين؟ وشابكن السماعات في المضرب. الحين يد السوني ذي ما غيرها، يد السوني ذي اللي كلنا عارفين ان اسمها يد السوني، خليت اسمها مضرب، لا يكون انك تضرب الولد الصغير فيها يعني ايش اللي مضرب. بس كمل الله يهدينا ويهديك. ويوم حسيت عليه مشكلة ما فكها ما يدري افلا في يعني الحركات دي ترى خابرينها بارطي كارطي، ما عندنا كلام فاضي. انا صراحة يعني اشوف لو انك تسحب السوني من الولد يكون احسن، لاني البارتي ذا ماني مرتاح له. علي الطلاق دي حركاتكم ذي اللي ما لها سنة عليكم تدخلون فيها الجراحات والجراحين ما تمشي عليه. اوكي دقيقة الحين عرفنا انك قفطة وقفطت السوني والبارطي وكل شيء، بس جراحات ايش دخلهم؟ دي حركاتكم ذي. وش اسمها؟ جيجي. وش ذي الكلمة جيجي دي ما عندنا في الحياة. الكلمة هذه الظاهر انها تدل على شيء مو بزين. كل ما تنتهي اللعبة يقول جيجي، ليه ما تقول الحمد لله خسرنا الحمد لله فزنا سبحان الله اللي خلانا نفوز. اما حركات جيجي تقول الاجانب ذي ما يشتن علي. دبل وراك. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا صراحة اتفق معها، يعني وش اللي جي انا الكلمة غريبة يعني ماني مرتاح لها. انا اقول يعني من اليوم ورايح نسميها ججج، يعني كل ما واحد يفوز الجيم ججج. والله الوضع ما يبغى الا زي كذا، يعني هو يقول لنا قافط الكلمة، وانا صراحة اهني الرجال ده الطيب، يعني هو اللي يحافظ على اولادنا وعيالنا من الشركات الماسونية ذي. والله الماسونية مرة قديمين، ما ادري صار لهم الحين. يا اخي الزبد ان الادمي ذا برضه نزل فضيحة نتفلكس، فيا ساتر انا بشوف والله وش ولدكم حاطين يسوي عليهم براقع وبشوش. اما انكم حاطين في كل واحد على الطرق عليها مطعوم. شوف عيني بها يا الرجال ملبسينها بلية النار ويخلونها في ذا البرنامج ده عشان يصوموا معاك في رمضان. ما هم نتفلكس اجانب كفار برضه زيهم زي يا اخي والله الادمي ذا لازم ان الحركات دي ترى نعرفها وخابرينها، مو بنت اللي تمشيها علينا تقلد من هالكفار، يعني تاخذ لي اسم شركه كافره نتفلكس وتقصها اول 3 حروف تسمي نفسك فليكس. يمينا بلا علي اننا قافطينك. طيحت بسكوت كت كات. علي الحرام والطلاق. ها عليك بالحرام والطلاق. هد اللعب يا حبيبي، ايش مسوي لك شركه كيت كات؟ انا سمعت ان الرجال ده متزوج، يعني وش في هذا في كل مقطع علي بطلق علي بلا علي بطلق، وفي النهايه على كيت كات وزوجته ساكته ومتحمله. بس يلا وش في كيت كات كمان؟ يذبلتكم ذي انها ما يبزانه. يوم انكم حاطين اسمه كت كات واللي داخل فيه كل ابوه نعرفه شوكولاته ما ادري وش كاتب اسمه اجنبي. ايش قصدكم تكتب اسمه اجنبي؟ تقولوا الاجانب ليه ما تحطون اسمه بسكوت ابو ولد ولا بسكوت ابو فهد ولا بسكوت ابو محمد اسم العربي؟ ليه تقولوا الاجانب؟ تحسب انكم بتطوروا. انا مقلدتوا الاجانب على الطريق ما تطوروا. الحين الادمي ذا زعلان انه في شركه اجنبيه سمت شركتها كت كات. لا والمشكله قاعد تقول ليش تقلدون الاجانب وما ادري ايش، يعني ما ادري انت شايفهم عربان عندهم من حليب البل والنياق. اقول لا تحاول تبعد الشبهات عنك، ترى الحركات دي خابرينها. خليك من كت كات والشركه الاجنبيه ذي، انت العربي وانت المسلم. والظاهر اني يعني لك في البل والنياق والعلوم الطيبه ذي. اسمك ليش مسميه فليكس؟ انت مسلم تخاف الله مسميه اسمك فليكس، يعني لما تسمي نفسك ابو الشعر ولا ابو التطور تقلد الاجانب هذا مو بتطور، هذا اسمه حركات جراحين. الحين الادمي ذا شو وضعه مع الجراحين يا حبيبي؟ انت الجراحين مسوين لك شيء يعني ما ادري، في كل مقطع جبت طاريهم، ترى الحركات دي خابرينها. الشيء الثاني يومكم حاطين سهم لنا، وش قصدكم فيه؟ سهم رايح صوب الديار اللي انتم خابرين. الديار ما هي بطيب ولا تطيب حولها. الحركات دي الحرام ما تمشي علي. حاطين سهم رايح صوب البلاد اللي حنا خابرينها واللي ما هي بطيبه. سهم رايح صوب الديار اللي انتم خابرين. طيب واذا حاطين سهم رايح صوب الديار اللي ما هي بطيبه واللي حنا خابرينها، يعني معنا الناس غريبة. أنا ما أدري الآدمي ذا شو وضعه، يعني بنشوف نهاية المقطع إن شاء الله. بس الآدمي ذا برضه نزل فضيحة فورتنايت، بالله خلونا نشوف إيش قال عن فورتنايت. هذا يقول قد شفتك تلعب فورتنايت. ألعبها بس إني أقصر على الصوت، ما أسمع صوت الأغاني لما قام أحد يلعبها. اللي ما فهم إيش قال إنه أوكي يلعب فورتنايت، لكن من ناحية الأغاني يعني يطفي الصوت، ومن حقه الصراحة بكيفه يا أخي. يمكن ما يبغى يسمع الأغاني، بس خلونا نكمل إيش قال بعدها. والشيء الثاني اللي تقول لك لجيت تلعبها وطحت لك في مرة قابلتك مرة، ليه وأنا بقابل المرة بقوم أصارع معها ولا أقوم أذبح أنا وياها؟ أنا لما شفت المرة جتني صدت منها وراي ولا طفيت السوني.
اما اني اقعد اذبح النسوان في ذا اللعبه ذي ما تسوى الثالث من الغنم على الطلاق ما اسويها انا خنوره. والترجمه لكل الكلام اللي قاله، قال له قاعد يلعب فورتنايت وشاف يعني من هالنسوان او شاف سكن بنت يعني يطلع من الجيم على طول ويقفل السوني. الحين دقيقه تخيل انا في جيم مقاتل 30 ومعرق مره وباقي اخر واحد الا يطلع بنت، اقوم اقفل اللعبه واقفل السوني عشان اطلع سكن بنت؟ والله الادمي ذا بيجلطني. وثاني شيء دقيقه بالله اسمع ايش قال. روح وراك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحين تقول السلام عليكم وترجع تسلم على نفسك عليكم السلام؟ الادمي ذا مو صاحي يا اخي. شوف لكم فضيحه الكافي. ها فضيحة ليش؟ شوف لكم فضيحه الكافي. والله انت اللي كافي من المقاطع البيض هذه. بس كمل بارك الله فيك. خلينا يعني نشوف ايش عندك بالكافي هذا كمان. اول شيء حاطين لونها اسود من فوق ومن تحت ابيض. طيب دقيقة يا حبيبي، انت في المقطع اللي قبل شوي حق فورتنايت لابس لي شال اسود من فوق وثوب ابيض من تحت. علي الحركة دي ما تمشي علينا يعني. وش تبي تبين من حركتك ذي؟ ان السود افضل من البيض؟ يعني لابس لي شال اسود فوق ورافع السود اما البيض حاطه من تحت. وش قصدك انت؟ وش معناتها دي؟ يعني قصدك ان السود افضل من البيض؟ استغفر الله. ماخذ اسمك من شركة كافرة واللي هي نتفليكس، ونتفليكس يعني كلنا واحد كلنا امن. كل ابونا سوا فهمناها، بس كلنا امن. ايش دخلها في الموضوع بالله؟ كلنا امن. والشيء الثاني حركاتكم كتب كتاب انجليزيه ما تحطوا كتاب عربيه. مو بس لما تحط لغه عربيه لغه القران الكريم ازين من لغه الاجانب. والله انا هزين واطلق. هذا دبر وراك. السلام عليكم. صراحة يعني في النقطة اخر واحد باخذ منه النصيحة ذا فليكس ما ادري فيكس ما ادري ايش اسمه. في لعبه منتشره اسمها مانجوس. اللعبه دي تلعب بعقول ورعين. دقيقة يا حبيبي اصبر. انت اشبك اسمها ايش؟ اسمها مانجوس. هذه لعبة اسمها امونجوس يا اخي. مقص راسك ان شاء الله. كمل. وش فيها امونجوس ذي بعد؟ وما تلعب ايش يسوون؟ يذبحون بعض. وش قصدكم تخلون يذبحون؟ والله انا ما زعلت الا على الولد الصغير يعني. كل ما اشترى لعبه كل ما راح مكان تعال انت وش قصدك شاري اللعبه؟ انت وش قصدك؟ جننت الولد الصغير يا اخي. عقدت الولد. انا صراحه يعني ما اقول الا الله يصبر الولد وبس. يعني انت برضو دعواتكم خلونا نساعد الولد يعني يعيش حياته زي الاطفال الثانيين. ودميان ليه ما تحطون شيء ثاني غير الدم؟ ليه تحطون دم؟ قصدكم تلعبون بعقول ورعين تعودون على الاشياء اللي ما هي طيبه؟ يعني بالله وش تبغاهم يحطوا بدال الدم؟ حليب النياق، حليب الابن، الزبده. الحين فقره التحريات وانا من جد بعطيكم تحريات. انا اخذت لفه على حساب الادمي ذا وشفت انه متابع بنتين. لا مو بنتين ذا. لا مو ذا. متابع بنتين يعني بنت حبتين. واللي ما فهم يعني بلغه الادمي ذا انا شفت ابغى افضح ملف الرجال كامل ولا اقول لكم باقي الفضايح تلقوها بالانستغرام. اللي يقول انت كلم مشاهدات يعني مع في الانستغرام. ايوه